السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بصحة وخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الحاتي في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهتطلع معاكي متماسكة وطعمها لذيذ جدا، انضف من اللي هتجيبيها من بره. وعلى ضمانتي امشي على الطريقة بتاعتي هتعجبك جدا جدا جدا. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، يا ريت لو كنتوا اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انزله، وتدعموني وتشجعوني اكبر القناة بيكم وليكم. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا جبت نص كيلو لحمه مفرومه، كانت الدهن فيها قليل شويه، فانا حطيت حته دهن من عندي. انت يا ريت بقى وانت بتشتريها يعني تخلي الجزار يزود لك ايه من عنده حته الدهن. على النص كيلو لحمه مفرومه حط رغيفين من الفينو الطري، او رغيف من العيش المصري البلدي بتاعنا العادي او السياحي. لو مش طري لا الفينو ولا العيش، بليهم شويه في حبه ميه وبعد كده عصريهم كويس جدا جدا جدا. وبعد كده ايه حطيهم عليها. معايا التوابل بتاعتي: الملح والفلفل الاسود والكزبره والتوابل اللحمه والسبع بهارات، وهزود كمان في الكزبره وحبه بيكنج باودر. معايا 4 فصوص ثوم وبصله متوسطه وحبه بقدونس. في الاخر خالص هنحطه. اول حاجه هنعملها ان انا هفرم البصله كويس قوي واصفيها من الميه، واشيل الميه على جنب هنستخدمها بعدين. تمام، بعد ما فرمت البصله هبتدي احط بقى كل المكونات اللي عندي الا البقدونس اللي عندي. زي ما قلت لكم البقدونس احطه في الاخر خالص. حطيت حته الدهن اللي عندي، الماده الدهنيه الدهن ده والفينو والبصل واللحمه المفرومه والتوابل بقى بتاعتي كلها. نص معلقه من كل التوابل اللي انا بقول لكم عليها دي، وبيكنج باودر يعني نص او ربع يعني، ما تكتريش قوي. وهفرمهم كويس قوي في الكبه لحد ما تبقى تعمل لي عرق كده اللحمه، يعني تفرميها حبه حلوين يعني. بس بعد ما فرمتها كويس قوي ببتدي بقى احط عليها البقدونس بتاعي وابتدي احطه واديله بس لفه بسيطه تاني وخلاص. بصوا حبايبي، اللحمه بعد ما فرمتها خدت عرق جميل، لازم تبقى معاكي ليها عرق. وبعد كده هسيبها تهدى شويه كده في التلاجة لمده نص ساعه او ساعه، ونبتدي بقى نصبعها مع بعض باي حاجه. لو عندك عصيان الشيش طاووق الكبيره شويه دي ممكن تصبعيها عليها. انا عندي المسن بتاع السكاكين هصبعها عليها. وكنت مجهزه صينيه، ده اختياري، عايزه تحطي الخضار في صينيه وتحطي فوقيها الكفته مفيش مشكله، او لو مش عايزه براحتك يعني. بيبقى بصراحه الخضار بعد ما بينزل عليه صوص اللحمه بياخد طعم جميل جدا جدا. الاول انا حابه اقول لك احنا هنعمل ايه بالميه البصل دي. احنا هنصبع بيها. حطيت حبه زيت ومعلقه صلصه وقلبتهم كويس قوي مع بعض. وبعد كده هنبتدي ناخد منها بايدينا كده ونصبع، واحنا بنصبع الكفته، واللي هيتبقى منها في الاخر هنحطه على وش الكفته. تمام. ابتدي بقى اجيب معايا المسن بتاعي. انا حطيت في الصينيه فلفل، قصدي بصل وطماطم وجزر. والمسن بتاعي نفس الحكايه هدهنه بالماده اللي انا كنت عاملاها، ميه البصل والصلصه والزيت. ونبتدي بقى نصبع بقى مع بعض. صباية عايزه تصبعيها حجمها تبقى طويله او قصيره يعني، صغيره شويه براحتك يعني. وانا كنت مشغله الفرن على درجه حراره عاليه، وحاطه الشبكه في الرف الوسطاني. وبعد كده بعد ما صبعت كل الكفته، دهنت وشها بالصلصه اللي عندي والميه البصل والزيت، ودخلتها في الفرن. ما خدتش معايا ساعه في الفرن. حابه تحطي عليها بعد ما تطلعيها فحمه وتولعيها براحتك، مش حابه هي طعمها بيبقى جميل كده. ما خدت معايا ساعة في الفرن أو ساعة إلا يعني، على درجة حرارة عالية. بصراحة طلعت تحفة جميلة جدا جدا. ممكن تعملي معاها حبة مكرونة أو رز بسمتي، وطبعا الطحينة بتاعتنا الجميلة. وتبقى وجبة غذائية متكاملة وسهلة وسريعة وبسيطة، وبصراحة ما خدتش معايا لا وقت ولا مجهود. ولو مشيتي معايا على الطريقه بتاعتي دي هتطلع معاكي متماسكه جدا. بصوا برضو الخضار طعم جميل وريحته حلوه قوي. لو مشيتي على الخطوات دي هتطلع معاكي بصي متماسكه وجميله جدا وتحفه وكمان طريه من جوه ما نشفتش معانا. بصي جميله جدا جدا جدا. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وتسيبوا لي كومنت في التعليقات يشجعني انزل لكم فيديوهات تانية كتير. ولو عايزيني انزل لكم اي وصفه يا ريت برضو تسيبوا لي في التعليقات، وان شاء الله هنزلها لكم قريب جدا. شكرا لكم وشكرا لمشاهدتكم للفيديو. يا ريت تمشوا على الخطوات دي هتطلع معاكم احلى كفته، احلى كفته حاتي في البيت. شكرا لكم ومع السلامه.